كتاب الطهارة. أولا الدين النغ الدين تزدي، أما تزدي في الظاهر وفي الباطن. تزدي في الظاهر إلى قبل مذيلي لبسيس زدي، إلى الجسد ينس زدي، ورسالة لا الأنجاس ولا الأدناس. إلى قديل موضع الصلاة أن كان دار الظال زدي. من بعد صلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه الغشا القضنا زمور ذي الخلا مدي يوض الوقت نزالي الظل دي الخلا. الحمد لله ربي تظل صحيحة، أما ذي الجامع أما ذي الوخام أما ذي الخلا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الدين النغ حريص على طهارة الظاهر، الطهارة الحسية، وذا حريص على الطهارة المعنوية. فزدية مسي برا مسي داخل. أي غدينا ربي ذي القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تزدي بورث لها مطاس مزديت ولون أذ شبحا وذماون. ثورة غيث الكتاب مزوارو يخدم عبد الوهاب البغدادي كتاب الطهارة. يند الطهارة من الحدث. تزدياجي النظافة، تخلص من الأدناس والأنجاس. يند من الحدث، والحدث حدثان، إما حدث أصغر أو حدث أكبر. كرمكم الله يولي يخصرص الوضوء حدث يفهم من تسال حد يغلظه هذا. أما ذا الطهارة الكبرى ميلا إلى الحدث الأكبر. فريضة واجبة، تقال فريضة واجبة المعنى ييس نكون إلى قنصريث مثلا وقال المؤمنين يتظلم هذا عيشن ذي تزدي. إما إلى يون مسكين ثندي هضور بلا عباديس فظلي ثيقو تيسين راكو تزدي يجي في دن تمسلاي وتيسين راكو. ألا ما كنا نبدل يموت يخيم يموت يتسلسا أثن الزيزدي وسنسلس لكفن ونظل في اللاس وثننظل ونعزي مولا. ولكن سمحتي وري الزولالة ولا ركعة قريح، ولكن كنا ننزل في صلاة الجنازة دين الزين وهربد ندوقس أكن سينا مذياز إناس المؤمنين يوانرو في الوقت دين الله ما تشكينا ودا تصدروا ينسلم ورنتظالا. السوق ما يعمر ذي فرو غاس ما يزنز سلغلا. يبغى ديني أما كنفرو للسواق للدونيث ولا السوق السوق ينسن ويسعى السوق الخميس ولا الجمعة ولا السبت ولا الثلاثة. السوق الدونيث هكا يكفو. كل من عليها فان. آخر ما أنزل كما في سورة البقرة، يا آخر آية أنزلت عند جماهير العلماء آية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الطهارة من الحدث فريضة واجبة. إذن القاضي عبد الوهاب يناد تزدياجي الفريضة يعني يكمل اسمك واجبة خاطر ما يلي ذي الفريضة معنى ذي يغال فرض عين على كل مكلف.
خاطر ذي الشرع إلا يقارن إلا فروض العين إلا فروض الكفاية. من أمثلة فروض العين تظليث ولا شوية الظالم دق مكان بايض والزميرة يون هذا يروح هذه على الشر الشيس أسيني فلي في الجاري خاطر كل يون وحدث. ولكن ثلا فروض الكفاية هذا عندي ضيف الدرس السلام عليكم نغال الخير في اللون ما إراد يون بركة وكنت سالنا لكم يون بركة ويقانس فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. صلاة الجنازة كيف من فروض الكفاية يسدر في المثيون في المثيوس وقاعد يحضرنا الظلم وربي يتحاسب على وياض غسل الظلم له ملي كان مسفهاما باللي وتظلمنا في الناس أذ تحاسبنا كما لا خاطر ينسلم أما ذلك زعما تمطوط أما مزيا ما مقاري تسالسا صلاة الجنازة وهي فرض الكفاية. ذاكي المصنف يناد فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة وتظليث ذنسس إذا لسسن الدين أي غار خطر يثمثن فلسن تحاسب يوم القيامة مزوروث إلى قام الظال من بعد نسأل الله القبول تيكوال خاص تيكوال تزاد تيكوال تنرقع إلى سجود الساو السجود نتاع ثلاثة ولكن إلى قام الظال سواس من بلصين التكليف إلى قام الظال وتحصل ما يثمثن تيكوال ما ينوري الظلال ذي الوقت مريم غور أستغل تاعكم ذا ذرار للوقت ثوالس الحياة يصحى ولي تزلالة شنو يمشي دوالين الجامعة كاين 70 سنة 80 سنة نسأل الله حسن الخاتمة إن شاء الله تمدي في الصفراحنا. وهي ثلاثة الأنواع تزدياك يناد وضوء وغسل وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. أشار المصنف إلى تلك الطهارة وهي صفة حكمية أشار إلى الطهارة المائية وإلى الطهارة الترابية. إن الوضوء طهارة مائية هذا فيها الوضوء سواء مان أنني يصلح الوضوء اسم الوضوء بفتح الواو وضوء بعدين الوضوء بضم الواو هذا عملية التطهير عملية الوضوء. ولكن الوضوء بفتح الواو هو الماء الصالح للوضوء كما سيأتي البيان. الوضوء يون مريا الوضوء ينظلف نغ الغسل وغسل إذا تحققت موجباته بعد شو دينا وبدل ما كان غادي قاضي الفقيه إلا الأصل والبدل. الأصل ذمان فندمي لقد يغوص ومان ولكن إما إلا يسعى العذر ولا شامان نغندل الومان إلى الخوف لا تسبث ذينا ينتقل إلى البدل المشار إليه في القرآن تيمموا صعيدا طيبا ذا زروع ذا خال ذا رمل كما سيأتي البيان تجي قانص طهارة بدل ننتقل من طهارة الأصل إلى طهارة البدل في ظروف وبشروط معينة وهو التيمم ثقي من يسر الله عز وجل
أنه يونا يظل سوا ما إما ولاش السلمى كل وضوء، ولكن التيمم أشو يخدم هكا يواكل غير وزرني وذميس أكو ذي فاسنيس إما غير ذا غير ماذا المرفقين لا سين كان سهل مليح ممكن قال سهل النان ذلي سر يا أخي قال استقبالي تقول في ربي السر ذلي سر ثلاثة من السر وربي دينان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورة البقرة الآية 185. وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة الحج الآية 78 وهي آخر آية في هذه السورة المباركة. ليسر ليسر ليسر. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، يسر ولا تعسر حسب ظروف وملابسات النصوص الحديثية. أثنى نفهم يا إما زمن تجي طهارة أصلية يا إما طهارة البدل ذو التيمم. فأما الوضوء ففي 8 مواضع. شو الوضوء؟ 8 مكان والمواضع، وهي الوجه ذو ذم، الذيري ذو ذم، ثقي ذي الوضوء مثل الوضوء قذيري ذو ذم. بعدين غادي نشرح حدود الوجه إلى آخره. وداخل الفم، ثقي طريقة انفرد بها القاضي عبد الوهاب البغدادي، اتبع منهجا لم يتبعه سيدي خليل صاحب المختصر الفقهي الشيخ خليل، ولا صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني. وداخل الفم هذا يريد داخل الجيمي، وداخل الأنف زارن وما بين الصدغ والأذن ثقين، واليدان يفسم إلى آخر المرفقين على مدى هذا الدون الفيريذن الحدود 3 ماشي كنسية يجري سيدر داخل إلى يجري سيدر داخل، والرأس أقر، والأذنان ينزاغ ظاهرهما وباطنهما بلا غلو. أي غر قال بلاد مادي تثكي في نزاغيس يزمل فيه الحمانيس الغلو الوسواس يولد تفسي الشدة يزمر ديويا الطلي مانيس نكون الدين غيبنا الليسر الليسر الليسر. والرجلان إلى آخر الكعبين الذي غساقي يضرن. وطهارته نوعان، غسل ومسح. سيدت وكذلك إما تسالة إما ذا مسح. فالمسح في الرأس والأذنين ونسوى تصب ما نخدم يقروا هكا ما نمسح هكا نقر هكا تخدم ماء تخدم هكا تزوير من بعد تروح هكا أدوغاب. وقيد المذهب المالكية لكن من النظام سنشرح. ربي ندوى مسحوا برؤوسكم، والباء قد تفيد التبعيض وقد تفيد الإلصاق وقد تفيد يعني معاني كثيرة سيأتي بيانها. من بعد الغسل هكا بفسن إلى آخره. ومسح، مسح معناه إذا قروا كذا مزار. فالمسح هكذا يقول المصنف، فالمسح في الرأس والأذنين والغسل والغسل فيما عداهما. بالاختصار المسح ذا قروا أكو ذي مزار، والغسل ثالثا فيما عداهما، أما ذوذن أما ذي فسن أما ذي ضرن ويضك سوى من ثالثا
السرد. وأحكامه 3 أنواع إلا فرض وسنة وفضيلة. كمل ففروضه إناد الفروض يستمزوا النية. النية النبي عليه الصلاة والسلام يناد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية ذلسس الدين، ذلسس العبادات، وذلسس حتى المعاملات. والنور خلي يخدم فلاح السنية ربي يفك البركة. هذه يخدم التجارة السنية ربي يفك البركة. المذا النية ديال الطاعات، والنية تفيد الحزم والجزم والتمييز. شو المعنى يس؟ تفيد الحزم. غادي مثلا خدمة النية أزكى ذو زمخ، غادي نخدم النية السفغ العاشور، خدمة النية كذا كذا كذا، الخدمة غير هذا عيونا الليل اللي مغفل النية. ذا تفيد التمييز، التمييز بين العبادات والعادات. مثلا يقول ماري السرد، ماري السرد يزمر السرد العادة، هذا واحد يزيز ديمانيس لا يكاد، ولكن مور يخدم على النية في الشغل العبادة، ولا ما يسرد وكاين قلقات السرد الوضوء، مور يسعى النية في التسدي. هذه طفمان السرد بعد إيميس أنزرنيس وذميس يخدم هكا، ولكن وتحسب على العبادة أي غير خطر يسعى النية. إلى قتل النية تميز بين العبادات والعادات، وتميز بين العبادات في حد ذاتها. مثلا يون هذه يصوم رمضان، أقول رمضان سنيا الفرض يمد يوضن الصابرين، النية نفي السنة. نسى يوزان الولي يوزان ونزراش يوزان هل ترى يوزان يغرم أسنيكتشا يوزاميث ذي النافلة صح؟ يولد الزال طور العصر كيف السنة 4 ركعات تظهر الزلالة طور العصر. أم كيف فرق يا رسنت سنية هذه يخدم النية من الطهور، النية العصر هكا صافي. النية تفيد التمييز بين العبادات والعادات وبين العبادات في حد ذاتها. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفرض والسن غسل الوجه كله، ثرد بوذن أكن ما يلا في 3 هذه السر اليدين، غسل اليدين إلى آخر المرفقين، إلى قال مدة ماشي إلى مدة لا، إلى قال مدة من المرفقين، والمسح بالرأس كله. في المالكية يلقى روح الله دوار هكا طبعا يولي الفرض يولي السنة. وغسل الرجلين إلى الكعبين، ثرد ضرن الماء سيغسلني ضرن ويقاس لك عبوط ويقاس وما به يفعل ذلك. وبعدين يناد في 6 الموالاة. الموالاة المعنيس وإلا قال هذا يخدم الفرق ذا مقران ير العضو وكذ وايض باش اللي تغلظوا مثلا هاد يسيو يستوطد في البورث هاد يسيو ثابورث عادي كمل وضوئينك يجوز، ولكن وقع تعطلظ ماشي تصر فاسنيك إيميك أنزرنيك أذميك في وظيفة السن يستوطد ديوني في البورث دراسة البورث راه هضر لي ساكي سقساي امشي في اللام الحصول بخير لاباس في لامان اتحكم ما كتمستقسين ما تطولض لقاس تعوض هكا. الموالاة الدلك معنى إمرار اليد على العضو المغسول أو الممسوح. نذكر أن نرجع دفعت سفوسيك
ولكن الدرك الخفيف يون ما إلا يتشديد هذا سيغال بالهلاك. ولا ما يثمثنا الطاس قال لك يون الهلاك اسمس الوسواس. أفيك شمل الوسواس ضبطان هذا يغال يتشكو ذي كلش. الوضوء يتعاود، فضل يتعاود، رمضان يتعاود، مي يغلق الكاز يلقى يعوض 20 مرة، ثبور يعوض 30 مرة. الوسواس مدمر. والقاعدة الذهبية غرنا ذي شرع اليقين لا يزول بالشك ولا يزول إلا بيقين مثله. والأدلة كثيرة. بعد شو دينا المصنف وما به يفعل ذلك وهو الماء المطلق. مدينا الماء المطلق شو المعنى يس؟ طبعا هذه العبارة ذكرها السادة العلماء، ذكرها صاحب سيدي خليل المختصر الفقهي، وذكرها صاحب الرسالة وغيرهم. الماء المطلق بمعنى بلا قيد ولا إضافة. أمان أين كنت تسمن زمان صلحا للعادات والعبادات. أمان مثلا أمان مياه الآبار، أمان الفيور، أمان الفيور، مياه الأمطار، أمان اللهوة، مياه البحار، أمان البحر، مياه الأنهار يسفن. يكو كذاكي جزء للعادة والعبادة، ولكن اسمس ماء مطلق. أكيد دين المصنف شو المعنى اسم مطلق؟ أي بلا قيد ولا إضافة. لو كان سنرنوي ومان شويط كيغي يغي طاهر يلها أذ يخلط أكذ ومان. هل ترى يصلح الوضوء، يصلح العبادة، يصلح أي غار زدية أمان أكذ يغي. ولكن الزميرة سنسمي ماء مطلق. ونزميرة أدنيني ماء مختلط بلبن وحليب ذا ماء يتسوخلط يدس ويفكين غيغي. لو كاس تخلط شويه نتامنت ولا تقول ثامنت لها اتثيرض ذي الكاس بامان ناضي الطاس. هل تصلح للعباده؟ لا، تصلح للعاده لا للعباده. السوسيس زمورث، السيرسيس الحوال العاده، السيرشي للسيس نورمال ماشي الوضوء لا ثالثه، ولكن لا تصلح للعبادة. هذا هو الماء المطلق. ذاكي نحرس المجلس بسا بثيرة جراو لهنا ثلويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون.